التونسيه بتبدا هنا من ارضيه الملعب. النقطه الاهم هي الكرات العاليه. الفريق بنزرتي بيمتلك اثنين في الكرات العاليه ممتازين جدا، اذا كان العربي جابر او فخر الدين الجزيري. اذا لاعب علي المشاني كمان كقلب دفاع ممكن تبقى نقطه اصعب، لانه زي وليد الهشري بالظبط بالنسبه للترجي التونسي. عشان كده حذاري شريف اكرامي، حذاري الاربع مدافعين. المفروض من الكابتن حسام يكون منبه على لعيبه رؤوس الحرب اذا كان عبد الظاهر او متعب في الادوار الدفاعيه. نفس الموضوع كمان خط 18 لازم يكون في تنظيم دفاعي عالي جدا في الضربات الثابته، لان من اخطر الكرات اللي لعبها فرقه بنزرتي. نعم. قبل ما اروح للفاصل هاخد شويه حاجات من الفيسبوك او بعض الاسئله من الفيسبوك. حسام حسن بيقول في ملاحظه يا كابتن خالد، معظم اهداف الاهلي هذا الموسم من كرات ثابته وارجو الرد. ده حسام حسن. محمد النجار بيقول مساء الفل عليك واستاذ التحليل، ممكن اعرف من نقطه بس نرد على حته الضربات الثابته. طبعا لما يغيب عندك 7 لعيبه في اصابات وفي تغييرات كتير جدا في النادي الاهلي، فلسه تكتيك او لسه الاسلوب ما تبانش بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. اذا كانت الضربات الثابته فانا اعتقد ان دي قيمه مش قله قيمه. فرقه تشيلسي بتكسب مباريات كتير جدا بالضربات الثابته، واعتقد ان طالما هناك تكتيك او ميزه في الضربات الثابته اعتقد ان حسام البدري ناجح بنسبه كبيره جدا مع النادي الاهلي في هذا الموضوع. نعم. محمد النجار بيقول مساء الفل عليكم يا اساتذه التحليل، ممكن اعرف من الكابتن خالد افضل فريق يلعب لمحمد صلاح وتألق؟ ده محمد النجار من والله في انديه كتير جدا جدا، يعني انا خاف عليه من توتنهام رقم 1 اخاف عليه جدا. اتمنى انه يختار نادي، يعني انا اتمنى يلعب في الارسنال شخصيا، تتناسب كتير جدا مع امكانيات محمد صلاح. أكيد. اتمنى، لان محمد صلاح من المواهب الموهوبه اللي ممكن يبقى محطه كويسه جدا، بيلعب طرف شمال كويس جدا او طرف يمين، عنده امكانيات فنيه عاليه جدا، ممكن يساعد في اسلوب الارسنال كمهاره فرديه عاليه جدا. عمر يوسف بيقول كل سنه وانتم طيبين يا كباتن، ومحمد كنت طيب يا عمر. محمد كريم بيقول تعتقد ما صفقات المان سيتي الموسم القادم؟ هنتكلم على كل الكلام ده. اللاعبين المرشحين للرحيل من الفريق. هنتكلم على الكلام ده لاننا محضرين مان سيتي ومحضرين كل حاجه هنتكلم عليها دلوقتي. حسن السعدني، توقعات الكابتن في حظوظ الانديه المصريه في البطولات الافريقيه خاصه بعد صعود الدراويش الهزيل للغايه. والله طبعا يمكن اتكلمت على هزيل على الصعود الهزيل، اتكلم كمان ان فرصه صعبه جدا بالنسبه للاهلي، فرصه اصعب بالنسبه لنادي الزمالك وانبي كمان فرصه صعبه جدا. اتمنى لهم التوفيق الثلاثه، لان طبعا هنمر بمرحله عنق زجاجه في المباريات الافريقيه، بس يمكن اقربهم وصولا بصراحه بخبره امكانيات لاعبي فرقه النادي الاهلي. حسن برضه السعداني بيقول سؤال ثاني، من انسب واحد لقياده خط وسط الفراعنه مع حسام غالي العائد من الاصابه؟ كان رامي ربيعه، بس ما اعرفش هيبقى جاهز ولا مش جاهز في يوم 6/6، هو مش موجود مع المنتخب الشباب في كاس العالم. في محمد النني بيلعب بصفه اساسيه، يعني اتمنى طبعا ان رامي ربيعه اللاعب الممتاز، بس ما اعتقدش انه هيكون موجود في تصفيات كاس العالم، لان يبقى هو في كاس العالم للشباب مع المنتخب في تركيا. هو عنده سؤال ثالث، راي الكابتن خالد في ان النادي الاهلي يحتاج لمهاجم اخر ام يكتفي بالاربعه اللي موجودين عنده؟ يعني انا شايف ان متعب وعبد الظاهر الفتره الاخيره ماشيين بشكل كويس، بداوا ينسجموا وبداوا يتفاهموا، حتى سيد حمدي كمان رجع لفورمه احراز الاهداف. اتمنى طبعا، يعني الثلاثه المتواجدين ممتازين جدا. اذا كان النادي الاهلي محتاج لاعب على شكله محمد ناجي جده، يعني بنتكلم على احمد حسن مكي، ممكن نلعب على الطرف اليمين والطرف الشمال اذا اراد الكابتن حسام يلعب 4-2-3-1، انما رؤوس الحربه النادي الاهلي مليان. احمد حسن مكي ممكن يشتغل بنفس خصائص محمد ناجي جده، ده انسب لعيب للنادي الاهلي في الوقت الحالي. نعم. اسلام محمد بيقول يا كابتن خالد يوفي يحتاج ايه ليكون بطل دوري ابطال اوروبا؟ يحتاج راس حرب على شكله زلاتان ابراهيموفيتش، لانه لاعب عنده شخصيه قويه جدا، لاعب يقدر ينتج او يخلص ما لو ينتجه فوشينيتش او كالياريلا او جوفينكو او ماتري نفس الوضع. زلاتان لاعب عنده شخصيه عاليه جدا، عشان كده اعتقد ان زلاتان من اللعيبه اللي محتاجهم فعلا فرقه ليفنس. اخر 4 رسائل هقولهم قبل ما نروح للفاصل. من وجهه نظرك يا كابتن خالد، هل مان بينيتس من وسط الملعب المناسب للمان؟ مش عارف اقراها. رافائيل بينيتس؟ هل مش عارف اقراها. طيب هشام الخطيب، يا كابتن خالد ربنا يخليك لينا، برشلونه محتاج تدعيم المرحله اللي جايه ولا ايه؟ هنقول كل الكلام ده دلوقتي. اكيد. رايك في الافضل؟ ده احمد محمد بيقول رايك الهوملس ولا تياجو سيلفا؟ والله لو الاثنين كويسين جدا بالنسبه لبارسا، بس صعب باريس سان جيرمان يتخلى عن تياجو سيلفا. هوملس من افضل لاعبين او قلوب الدفاع الموجودين على مستوى العالم في الوقت الحالي. صحيح. محمود خيري، اسمع كده النهارده كابتن خالد في البرنامج، مش فاهم برضه الحته دي. محمود خيري رايك طيب. فيه وبتتنبأ له بايه؟ بيتكلم على محمود، بيتكلم على محمد صلاح برضه. بتنبأ له مستقبل كبير. احنا كاتبين النهارده على فكره، انا كنت عامل حتى تويتايه افضل 10 لاعبين شباب في اوروبا في السيزون الحالي، وعملت تويتايه جالي فيها لا يقل عن 2500 تويتايه. ناس كتير جدا كانت محمد صلاح، هو فعلا مكتوب في تقرير في الاجازات السبورت ان محمد صلاح من افضل 10 لاعبين 20 سنه او 21 سنه، يعني ال 21 سنه لما تخطوا حاجز ال 21 سنه هنتكلم عليها بعد فتره. هقول لك لا هما مكتوب التقرير بس. انت حاط مين 10؟ هقول لك عليه. افضل واحد مين طيب؟ هو طبعا في لوكاس بتاع باريس سان جيرمان. لوكاس مورا؟ طيب نشوف، هنتكلم عنه باستفاضه، هنتكلم عنه باستفاضه. مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل.